السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. رمضان كريم مبارك عليكم جميعا. قلت النهارده بقى الفيديو بتاعنا نشوف اخر تطورات ازاله مسار ترام الرمل عشان بدء التطوير. وبدات جولتي من فيكتوريا، وكده المسار من فيكتوريا لمحطه السيوف. طبعا الجزء ده كله تم ازاله الكهرباء وازاله القضبان. فهنروح كده دلوقتي عند السيوف ونشوف اخر التطورات. لقيت بالفعل بدأوا اعمال ازاله القضبان عند السيوف. ودلوقتي على مسار الترام، كنت اقول القطار، على مسار الترام في السيوف. زي ما احنا شايفين كده تم ازالة القضبان. مش سكة واقفة لان احنا عارفين ده مسار، ده المسار بديل الترام، فالدنيا زحمة النهاردة بشكل غير طبيعي. مزلقان سيدي بشر مقفول، سيدي بشر يعني جمال عبد الناصر، محمد نجيب، الطريق كله وانا جاية بالمنظر ده كده. كنت راكبة تاكسي والله، نزلت قلت اكمل سيرا على الاقدام لان الدنيا زحمه والسكه واقفه، فقلت هقعد في التاكسي هعمل ايه. الله المستعان. على فكره في ناس قاعده على المحطه، فانا قعدت مع الناس اللي قاعده على المحطه اهو كده بالظبط. على محطه السيوف تم ازاله القضبان الفلنكات زي ما احنا شايفين. تمام. اما عن الزحمه اهو، طبعا هنا مش هيبقى فيه اي محطات، هنا هيبقى مسار علوي. طبعا محطة السيوف من المحطات الملغية في محطات ترام الرمل بعد التطوير. مش هيبقى فيه محطة السيوف. تمام. هيبقى أول محطة عندنا محطة فيكتوريا، هتمشي في مسار علوي وهتيجي قبل سيدي بشر، هننزل مسار سطحي في محطة سيدي بشر. يعني دي كده اخر نظرة لينا. محطة السيوف مش هيبقى في حاجة اسمها محطة السيوف خالص، فنقول لها بقى وداعا ولعل القادم خير ان شاء الله رب العالمين. وزي ما احنا شايفين كده بجد النهاردة الزحمة كانت غير طبيعية. الزحمة عند المزلقان هنا عشان اعمال ازالة القضبان وكده والفلنكات، فعند مزلقان السيوف فالمزلقان واقف تماما والسكة واقفة تماما. السير على الاطلال، الشعر الجاهلي القديم. احنا كده مشينا على الاطلال، هنروح بقى لمحطة سيدي بشر نشوف ايه اللي بيحصل في سيدي بشر. مزلقان السيوف استكمال الاعمال. زحمة زحمة يعني عمال النظافة ربنا يكون في عونه. المزلقان كله داخل على كله الحقيقة. السكة واقفة، السكة واقفة تماما تماما، لا عارفين نعدي شمال ولا يمين. فانا جيت على المسار كده، بصوا الناس معدية اهو، بس حديد بقى وكده. هنطلع كده الحته اللي قدام دي اي مخرج يخرجنا. طبعا دي البيوت اللي داخله ضمن الازاله اهو، دول اللي هم يعني واقعين على المسار نفسه، داخل المسار. تمام. فدول هيتم ازالتهم. وهنا اهو كل ده تم ازاله القضبان والفلنكات. يا رب اللي جاي خير يا رب على اسكندريه محافظتنا اللي بنحبها، وعلينا طبعا احنا اهل اسكندريه ان شاء الله. انا كده نزلت يسار محطة السيوف، هنكمل الى سيدي بشر. ليه احنا قاعدين ننوح ليل نهار على الترام؟ يعني دي احد التعليقات، وتعليقات كتير يعني انتوا مش عايزين تطوير، انتوا والله احنا حابين التطوير وعايزين تطوير، بس الترام جزء من التراث. كان ممكن يتطور بطريقة غير كده، ان احنا نشيله خالص، بس اللي حصل حصل. فاحنا مفيش في ايدينا حاجه نعملها، كل اللي نقدر نعمله ان احنا ندعي ان اللي جاي يكون خير. ليه احنا بنقلق من التطوير؟ لان احنا شفنا قبل كده، يعني احنا شفنا قبل كده التطوير. سيدي جابر حصل فيها ايه، لسان جليم حصل فيه ايه، كوبري ال21 حصل فيه ايه، حاجات كتيره. فاحنا بنقلق من كلمه تطوير لان مش كل التطوير. شارع محمد نجيب اللي اتعمل كوبري قفله تماما. الله اكبر الله اكبر. انا كل يوم على فكره بصور العصر يقدم عليا، العزه ليك يا رب. تمام. فهو ده قلقنا من التطوير. احنا خايفين التطوير يعني ما يكونش بالصوره اللي احنا بنتمناها. تمام. فهنا زي ما قلت لكم مسار علوي، هنبدا ننزل سطحي في سيدي بشر المحطه الجايه، وبعد كده سطحي برضو لوران، سطحي سان ستيفانو، لان احنا عارفين هو مش هيبقى فرعتين، هو هيبقى مسار سطحي ومسار علوي. يا عيني بصوا. لا حول ولا قوة الا بالله. احنا داخلين بقى على مزلقان سيدي بشر، وفي طبعا اوناش هناك واعمال شغالة هناك. محطة سيدي بشر
الشجر. محطة سيدي بشر سطحية، ممكن يتم الحفاظ على الأشجار هنا. لا إله إلا الله سيد محمد رسول الله. مش عارفة سمعتوني عشان الأذان ولا لأ. محطة سيدي بشر هتبقى أولى المحطات السطحية في المسار، يعني مش عارفة هيتم الحفاظ على الأشجار دي أهي. طبعا هنا الإزالات شغالة أهو، كل الشجر ده. يعني احنا هنبقى جايين كده من فيكتوريا علوي، هنبدأ ننزل كده بعد السيوف سطحي على سيدي بشر. يا ريت يتم الحفاظ على الأشجار زي ما بنهتم بالتطوير ترام مترو كده. يا ريت الاهتمام بباقي اسكندرية. اسكندرية بجد بتعاني يعني حاجات كتير والله العظيم. يا ريت النظافة، يعني منظومة النظافة كلها في اسكندرية دي ليها الأولوية، دي أهم حاجة. يعني مفيش بلد، يعني أهم حاجة والأساس هي النظافة. أنا مش عارفة أقول إيه بجد، أنا اتكلمت كتير والله العظيم في موضوع النظافة. تاني حاجة التكاتك، يعني التكاتك قافلة الشوارع وعاملة أزمات في المرور. التكاتك صعبة دلوقتي، بقت مقدورة في كل حتة 45، فالوضع بجد صعب. المرور ففي حاجات بديل الترام، ففي حاجات كتير محتاجة الاهتمام بيها. زي ما احنا يعني شغالين اهو على قدم وساق وبدأنا العمل هنا وكده، نبدأ بقى بالمحليات والحاجات التانية المهمة في اسكندرية، وعلى رأسها النظافة. النهاردة المحافظ كان في اجتماع فبرضه نوه على مشكلة النظافة. ميدان الفسحة سيدي بشر، وهنكمل لوران، هما طبعا شغالين اهو تمام. يبقى الإزالات وصلت لحد محطة سيدي بشر هنا المزدقان، ومكملين تجاه لوران. محطة سيدي بشر الآن اهو، احنا على المحطة نفسها، والأعمال اهي والإزالة. يبقى وصلنا إلى سيدي بشر والقمامة. طبعا وتراكمات القمامة زي ما بقول لكم، يعني أرقى المناطق اهو القمامة مقلوبة اهو على المسار. تابعوني برضو على صفحة الفيس اسكندرية الآن الكسندريا ناو، كنت لسه فاتحة لايف على الفيس تمام. زي ما شفنا هنا الأعمال مستمرة ومكملين هنا في سيدي بشر أعمال الإزالة والقمامة. زي ما قلت لكم يعني نتمنى الاهتمام برضو بمنظومة القمامة، لأن يعني القمامة في اسكندرية الوضع مؤسف يرسى لها، برضو من الملفات المهمة اللي يعني المفروض تبقى في الأولوية. كل الخير يا رب إن شاء الله. همشي بقى كده لحد لوران تمام، مدرستي بقى مدرستي الثانوية لوران، ونشوف ايه اللي تم هناك. هو طبعا كهرباء طبعا تم ازالتها على المسار هنا كله. هنا طبعا محطة السرايا اللي هي قبل لوران، بين سيدي بشر وبين لوران برضو خلاص. يعني هما جايين بقى في اتجاهنا من هناك من سيدي بشر، جايين هنا حاطين معدات وحاجات بيجهزوا الجزء ده. عمال النظافة شغالين والله ربنا يعينهم. لما بنتكلم عن المنظومة ما بنتكلمش على العمال الغلابة، احنا بنتكلم على آلية رفع القمامة، المنظومة، العدد، وهكذا. وهنا طبعا محطة ترام السرايا هنا تمام، على محطة الترام كمان. طبعا محطة ترام السرايا بعد التطوير مش هتبقى موجودة عندي، لأن أنا عندي المسار سطحي من سيدي بشر. بعد سيدي بشر محطة لوران، يعني هنا مش هيبقى فيه محطة تاني. محطة بعد سيدي بشر محطة سطحية هتبقى محطة إن شاء الله لوران اللي هي اللي جاية تمام. وصلنا بالأعمال لحد هنا، هنطلع بقى على البحر. يعني كده يكون الفيديو بخصوص الترام كده خلاص. الأجواء النهاردة الحمد لله أحسن من امبارح. امبارح كان شتاء وكده تمام. الجو النهاردة حلو، فرص بقى سقوط الأمطار خلاص تلاشت. هو كان يوم، كانت ليلة ليلاء اللي هي ليلة أول امبارح وامبارح، وبعد كده بقى من يعني من المغرب خلاص مبقاش فيه شتاء تاني لحد النهاردة. اسكندرية الجميلة. كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، نشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا والسلام عليكم. جيجي رضوان.